اكبر مخاطره في الاستيراد مش السعر، اكبر مخاطره انك تختار مورد غلط من البدايه. هات قهوتك وتعالى نشوف الحكايه على ايه النهارده. في مستوردين كتير بيشوفوا سعر ارخص 10% و20% ويكتشفوا بعد كده انهم خسروا الشحنه كلها. ازاي؟ جوده اقل من المتفق عليه، اختلاف في المنتج عن العينه، تاخير في الانتاج، او مورد اختفى بعد الدفع، ودي بتحصل اكتر مما تتخيل. طيب تختار المورد الصح ازاي؟ ما تشتغلش على صور بس. اي مورد يبيع لك صور او كتالوج فقط دي مخاطره. لازم تشوف سيمبل حقيقي، يا اما تسافر تشوفها. اطلب مستندات المصنع، اطلب رخصه المصنع، اطلب شهادات الجوده بتاعه المصنع، اطلب سجل تصدير سابق عشان تشوف الريكورد بتاعه. اسال المورد اشتغل مع مين قبل كده، صدر لمين، عنده خبره في السوق المصري ولا لا. ادفع بذكاء، ما تدفعش 100% مقدم، خليها جزء مقدم والباقي لما الشحن يحصل او بعد الفحص. اعمل انسبكشن قبل الشحن مع شركات شحن فيريفايد من الجوي، بتفحص البضاعه قبل ما تتحرك، وده ممكن يوفر عليك خساره شحنه كامله. خلينا اديك مثال سريع. مستورد ملابس اتفق على خامه معينه، العينه كانت ممتازه لكن الانتاج الفعلي كان اقل جوده. النتيجه المنتج نزل السوق واترفض من العملاء وخسر سمعه وخسر فلوس. الخلاصه في الاستيراد، المورد مش مجرد بايع، المورد هو شريكك في الربح والخساره. خليه دايما معاك في كل خطوه وخليك مراقبه في كل حاجه. اختياره صح بيساوي مشروع ناجح، اختياره غلط بتساوي خساره من اول كونتينر.